لا شك أن فريق مانشستر سيتي من أقوى 3 الفرق في العالم في السنين الأخيرة، إلا ما كانش فعلا هو الأقوى في العالم. الفريق اللي كيضم كوكبة من النجوم، قدر يكون الفريق الثاني في تاريخ إنجلترا اللي قدر يفوز بالثلاثية التاريخية. فريق اللي كيقودهم الفيلسوف غوارديولا، سحب البساط من مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال، وأصبح هو الزعيم الحقيقي لإنجلترا. لكن في السنتين الأخيرتين، خصوصا في سنة الثلاثية، كان دور كبير من اللاعب بالتحديد اللي هو الدبابة النرويجي إيرلينغ هالاند. اللاعب اللي اصلا المجيء ديالو الفريق كيدرب غوارديولا كان مفاجأة للجميع، لانه كيخالف نهج وطريقة المدرب الاسباني. في الفيديو غادي نعرفوا كيفاش غوارديولا غير النهج ديالو وكيفاش كان هالاند اخطر سلاح المدرب الاسباني. ولكن قبل ما نكملوا، نرجو منكم الضغط على اللايك الى عجبك الفيديو والاشتراك في القناة، لانه كيساعدنا بشكل كبير. غوارديولا اللي كان سبب في رحيل نجوم كبار في قلب الهجوم، على رأسهم الأسطورة السويدية إبراهيموفيتش والأسطورة الإفريقية سامويل إيتو، لأن غوارديولا ما كانش مقتنع بفكرة المهاجم الصريح. غوارديولا كيطلب من المهاجم أدوار مختلفة ومركبة، منها أنه يرجع ويبني مع الفريق ويساهم تسجيل الأهداف، وهذا الشيء اللي لقاه في ليفاندوفسكي في أغويرو اللي استمروا في العمل معه، لأنهم وافقوا أنهم يلعبوا وفق طريقة لعب الفيلسوف. ولكن من بعد رحيل أغويرو، رفض المدرب جلب مهاجم، وكان دائما كيلعب مهاجم وهمي، الشيء اللي كان كيكلفو تضييع العديد من الفرص. في السنة الموالية غوارديولا خضع للأمر الواقع أنه ضروري خاصو يلعب مهاجم اللي يقدر يترجم الفرص، وأكثر من هادشي أنه خضع لفكرة أنه يلعب مهاجم كلاسيكي صريح قليل المشاركة في البناء، والدور الرئيسي ديالو هو تسجيل الأهداف. ولكن هذا الخضوع من غوارديولا كان بسبب أن المهاجم اسمه هو إيرلينغ هالاند، الدبابة البشرية. الأرقام كتكلم عليه، الأرقام ديالو غير طبيعية قبل ما ينتقل لمانشستر سيتي. لكن غادي نتكلموا اليوم غير على الأرقام ديالو في النادي الإنجليزي. تخيل معي أنه في أول موسم يلا قال بسم الله حطم الرقم القياسي الأكثر هداف في تاريخ الدوري، اللي كان في اسم أندي كول وألان شيرر ب 34 هدف. هو قدر يسجل 36 هدف في 35 مباراة فقط، كان هداف الدوري وسجل 6 ديال الهاتريك، وهو نفس عدد كل لاعبين ديال الدوري. رقم مجرم صراحة. يعني تخيل معايا كل فرق الدوري الانجليزي اللي هما 20 فريق بكل لاعبين سجلوا 6 ديال الهاتريك في الموسم الاول ديال ايرلينغ هالاند، باش يعادلوا هالاند اللي سجل بوحدو 6 هاتريك. في دوري الابطال كان سبب كبير في الفوز باول لقب في تاريخ النادي ب 12 هدف، وهذا كان اكبر عدد من الاهداف كيسجلوا لاعب من مانشستر سيتي في تاريخ المسابقه. وفي الموسم الثاني تعرض للاصابه بعدته على الفريق شهرين، ولكن قدر يرجع ويفوز بهداف الدوري للمره الثانيه على التوالي. واكثر من هذا الشيء انه قدر يحقق اسرع لاعب كيوصل ل 50 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز، الرقم اللي كان مسجل باسم اندي كول، اللي كان اسرع واحد في التاريخ ديال الدوري كيسجل 50 هدف في 65 مباراه، الرقم اللي حطمه ايرلينغ هالاند في 48 مباراة فقط. ارقام خيالية الصراحة. في دوري الابطال اصبح اصغر لاعب كيسجل 40 هدف في سن 23 سنة. في الموسم الحالي سجل 7 ديال الاهداف في 3 المباريات الاولى، منها 2 ديال الهاتريك. واضح انه مصمم باش يفوز بهداف الدوري، باش يكون اول لاعب يفوز بلقب الهداف في 3 المواسم الاولى ديالو في تاريخ المسابقة. وإلا حقق هذا الرقم اللي بنسبة كبيرة غادي يقدر يحققه، فغادي يتعادل مع صلاح اللي حقق هداف الدوري 3 المرات في 7 ديال المواسم، وهاري كين اللي حقق هداف الدوري 3 المرات في 9 ديال المواسم، وآلان شيرر اللي حقق نفس الرقم في 18 موسم. وغادي يبقى ليه رقم الغزال الفرنسي تيري أونري اللي قدر يكون الهداف في 4 ديال المناسبات في 8 ديال المواسم. إيرلينغ هالاند إلا استمر على نفس الأرقام وبعدت منه الإصابات، فالأكيد أنه غادي يحطم كل الأرقام الهجومية في الدوري الإنجليزي، وغادي يكون أفضل هداف في تاريخ المسابقة. لاعب اللي يقدر يخلي مدرب عنيد بحال غوارديولا يغير الفلسفة ديالو، والأرقام المجنونة ديالو غيرت من نهج المدرب اللي أصبح كيعتمد عليه بشكل كبير فقط لتسجيل الأهداف. كان معكم عصام الهلالي، وكيف العادة إلا كنتي كتشاهدنا من اليوتيوب نتمنى تدعمنا بلايك وبالاشتراك، أما إلا كنت كتشاهدنا من الفيسبوك فمتابعة باش تشوف فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.